سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا يكرم النساء إلا كريم، ولا يهين النساء إلا لئيم. الست لما تكرمها وتحسسها بقيمتها يبقى أنت عملت لها أكبر خدمة في حفاظك، بالذات لو بتحبك وكنت أنت جوزها ولا أبوها، تشوف نفسها بعينيك. أنت كده عملت لها أكبر خدمة في حفاظك على نفسيتها. الراجل يتكسر لو حس إنه مش كفاءة، مش كفء. والست لما تكون دايما محسسة الراجل إنه بيجري على لقمة العيش بس مش مكفيهم، يشوف نفسه صغير. دي علاقة بتخلي الإنسان ثقته في نفسه تنهار مع أي خبطة في الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة. ان شاء الله كده ينزل لكم، مش عارفة يعني هينزل على طول ولا هفضل شوية يعني عبال ما انزله. المهم ان هو ايه اليوم ده يعني كان اليوم اللي بعد الفيديو اللي عدى، زي ما انا قلت لكم احنا هنبدأ ننظف النيش وكده. هنبدأ نستعد ليه، وزي ما شفتوا في اول الفيديو انا خدت مفرش النيش كنت عايزة اغسلها. في بداية الفيديو كده أحب كده الناس اللي انضمت كده للقناة، أهلا وسهلا بيكم. إن شاء الله القناة تكبر، أنا عارفة كده كده إن شاء الله يعني، بس احنا عايزين صبر شوية. فعلشان كده بقى يا جماعة اللي بيدخل الفيديو يحط لنا لايك في أول مشاهدة، ويشاهد على الأقل مثلا 5 أو 7 دقايق من الفيديو، تمام؟ لو ما كملش يعني الفيديو للآخر. طبعا بقى وينزل يحط كومنت كده حلو زيه. ان شاء الله الفيديو برضه هيشجعه، او هيشجعك يعني، وتقومي تاخدي كده طاقة وحماس منه، وتقومي تخلصي اللي وراكي وتعملي افكار. هقولك على اكلة اقتصادية فيه جميلة جدا. وطريقة الكبدة اللي انا بقولك عليها دي برضه هقولك عليها في الفيديو، طريقة جميلة جدا. اتمنى برضه تجربوها وتبقى تقولوا ايه رأيكم. تمام. كده نصلي على النبي ونذكر الله. ونبدأ بقى في الفيديو. دي الأكلة الاقتصادية اللي أنا هقول لكم عليها، بس دي في آخر الفيديو إن شاء الله. كده انا زي ما قلت لكم ان انا عايزه انضف النيش، انا عندي كميه تراب فيه يعني رهيبه. فانا لازم استعد له نفسيا علشان ايه اقدر اعمله كويس. انا لما اجي اعمله ان شاء الله، انا لسه ما بداتش فيه على فكره، ما عملتش فيه غير المفارش وبس، يعني اللي هي الصغيرين دول غسلتهم وبس. بس انا بقى لما اجي اعمله بيبقى ليا يعني نظام مختلف كده بعمله، علشان طبعا ما كركبش الدنيا جنبي وكده. وفي نفس الوقت برضو لازم اعمله كويس عشان انا مش بعمله على طول، يعني هو ممكن كل سنة مرة كده يعني. هو والله عموما هو ملوش اي صنف اللازمه، وانا عماله افكر كده في بالي ان انا عايزه اتخلص منه، بس مش عارفه ازاي، بس انا افكر له برضو. هو كده كده مش مضايقني، هو يعني في مكان محدش بيروح عليه خالص. لكن بقى هو يعني بيلم التراب والحاجات دي، هو ملوش لازمه اصلا يعني. و... وانا من الناس اللي ما حبيتش اريح نفسي في الاول، يعني هو كان جوزي في الاول قال لي يبقى ظرفتين ولا 3، انا قلت لا لازم 3، تمام. طب انا اساسا ما كنتش واخده بالي ان كان الموضه اصلا وقتها كان هما 2 بس، يعني ظرفتين بس. بس يعني قدر الله ما شاء فعل، مش مهم. كده كده انا هتخلص منه في يعني في يوم من الايام، يعني مش هيبقى عندي نيش ان شاء الله. يعني حاجه ممكن يكون مثلا لو غيرنا المطبخ، نيش في المطبخ حاجه زي كده، ماشي تمام. المهم نبدأ بقى في الغسيل. انا غسلت المفارش زي ما انتوا شفتوا، وغسلتها ما بتتغسلش في الغسالة ولا حاجة. انا اول حاجة حطيتها في مية ونزلت منها التراب، وبعد كده غيرت المية، حطيت فيها اوكسي وحطيت فيها كلوريكس الوان، وغسلتها على ايدي علشان انتوا عارفين ان بيبقى فيها خرز بقى والحاجات اللي هي دي. لو انت حطيتها في الغسالة طبعا الحاجات دي كلها ايه هتتقطع وهيبقى شكلها وحش. فانت تغسليها على ايدك لو انت عندك حاجات زي دي. تمام كده. انا بقى كده كنت خلصت ايه زي ما انتوا شفتوا، غسلت المفارش، بنيت الغساله، بس ده بقى كان تاني يوم الصبح علشان طبعا ما اكذبش عليكم. ماشي. مليت الغساله ويتظبط طبعا زي ما انتوا عارفين، انا بغسل برضو باوكسي وكلوريكس الوان. لو كلوريكس الالوان مش موجود يبقى خلاص، ما يبقى يعني مش مهم يعني. فانا طبعا زي ما انتوا شفتوا جبت الهدوم البيضة في الاول وحطيتها. طبعا العبايه دي اللي انا لابساها دي عبايه امي، يعني كنت انا عندهم في البلد وكده. فكنت لابسه هدوم خروج، وانا مروحه كنت مكسله ان انا البسها تاني، فقمت لابسه ايه عبايه امي وروحت فيها، فمحدش يستغرب ان هي يعني واسعه كده شويه. المهم بقى علشان انا قلت طبعا ايه عايزه، يعني عايزه اغسل الهدوم وكده، فبالمره بقى اغسل المواعين علشان قلت بقى هغسل مواعين علشان طبعا ايه هدومي بتبقى مبلوله، ولازم اغسل الهدوم، يعني ايه لازم بغير هدومي بعد ما بغسل المواعين على طول. فبالمره طبعا انا اصلا والله يا جماعه في اليوم ده انا ما كنتش نمت اصلا، يعني يعتبر بعد الساعه 3 وصحيت الساعه 6 او 6 ونص كده.
فاللي هو اصلا الواحد ملحقش ينام. بس انا قلت لو انا سبت الغسيل بقى، انا عارفه طبعا انا عندي غسيل النهارده وكده، فلو انا كنت سبت غسيل المواعين او غسيل الهدوم والحاجات كل اللي عندي دي للظهر، بصراحه كان هيبقى تعب اصلا ان احنا في عز الحر ده والواحد يقوم برضو يعمل الحاجات دي في الظهر. فانا قلت كده اقوم اعملهم الصبح يعني اول ما صحيت، وبعدين اصلا ما كنتش هعرف انام، يعني هو من طبعي ان انا لو صحيت الصبح ما بعرفش انام تاني بسهوله يعني. فقلت بقى هقوم اغسل بقى واخلص كل اللي ورايا يعني، وطبعا انا هيبقى مش ورايا حاجه لو انا حبيت انام الظهر يبقى عادي يعني. وكمان علشان برضو ان احنا عندنا الكهرباء بقت بتقطع في ايام الحر ده قوي، فعلشان اضمن نفسي يعني. وفعلا يعني اللي حسبته لقيته الكهرباء في اخر حاجه في اخر دور في الغسيل لقيتها قطعت. بس الحمد لله يعني انا كنت خلصت في الوقت ده. لكن فرحت بصراحه، قلت الحمد لله ان انا قمت بقى وعملت كده، علشان ما كانش يعني كل الشغل والحاجات ديت يعني انتوا عارفين الواحد يعملها في الحر كده فكان هيتعب اكتر. فانت بقى لو عندك اي حاجه وعايزه تعمليها ما تكسليش، حاولي ان انت تصحي بدري تخلصيها، وبعدين لو عايزه تنامي بقى بعد كده نامي يعني لو مش عندك حاجه تانية. فانا بقى ايه شغلت الغساله، انا الغساله كانت بتغسل وانا كنت بغسل مواعين زي ما انتوا شايفين كده. بطلع مثلا بغسل شويه هدوم وافصل مثلا الكاميرا هنا، كنت مثبته التليفون هنا، واروح مثلا اطلع دوره من الغسيل معلش بقى انا فصلت التسجيل يعني علشان كان حد بيرن الجرس، الولاد يعني اللي بيلعبوا مع ولاد يعني كانوا جايين يسالوا عليهم، مع ان احنا وقت الظهر يعني ازاي هينزلوا يلعبوا في الشارع مش عارفه. المهم كده يا جماعه انا كده بغسل معاكم المواعين، وعايزاكم تصلوا على النبي كتير وتذكروا الله وتصلوا على النبي بقى وتستغفروا وتقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اي حاجه نفسكم فيها قولوها كده علشان ترفع من اعمالكم، ويا ربنا سبحانه وتعالى يحقق لكم بيها اللي انتوا عايزينه برضو في الدنيا. وشغل البيت ده يعني ان شاء الله ربنا يعني يتقبله منا كده ويدينا اجر وثواب عليه. يعني اول ما تبداي يومك كده احتسبي يومك واحتسبي الشغل اللي انت هتعمليه ده عند ربنا سبحانه وتعالى، فان شاء الله ربنا مش هيضيعه يعني. طبعا يعني برضو ما ننساش ان احنا بقى نروق على نفسنا، ناخد لنا ساعه الصبح كده، يعني شفتي بقى لما تصحى الصبح كده تعملي كل اللي انت عايزاه. طبعا ولادك هيبقوا لسه نايمين، لو صحي وراحوا الحضانه هيبقى الجو هادي برضو مهما كان، فانت بقى تاخدي وقتك وتستجمي كده وتروقي دماغك. يعني ساعة ساعة بصراحة بتبقى ساعة جميلة، فما تحرميش نفسك بقى بيها منها يعني وتفضلي نايمة وكده، يعني لو قمتي يبقى افضل. تمام. انا كده بقى بخلص المواعين، انا لسه عندي البوتاجاز لسه عايز يتغسل بصراحة يعني، هو لسه ما عملتوش بس هعمله ان شاء الله يعني كمان شوية، بس ممكن ما اصوروش عادي يعني انا كل يوم بعمل معاكم البوتاجاز. وطبعا هغسل الحوض. وكانت الحلة دي امبارح انا كنت عاملة فيها، كنت عاملة فاصوليا بيضة وفراخ، بس انا ما صورتش برضو الفيديو ده علشان تبقوا عارفين اللي هو بيبقى انا دخلت المطبخ اصلا وقت الظهر انتوا فاهمين، فكان الجو حر موت، كنت عايزه اطلع باي طريقه، وطبعا كان عندي كل حاجه بصراحه يعني متفرزه جاهزه في الفريزر. فانا عملت ايه، حطيت كل حاجه على بعضها وحطيت الغطا على الحله وخرجت من المطبخ. وعملت بقى جنبهم شويه رز بالشعريه، وكده كان الغدا بقى ايه معانا خلص. وانا بقى يعني عملت كده بدري يعني بصراحه كان الوقت ده كان وقت الظهر، يعني يوم ما وقت ما عملت الاكل ده كان وقت الظهر، فكان عندي بقى المطبخ يعني كان رهيب. فانا قمت بقى بسرعه بسرعه اخلص وايه وقافله، يعني وقافله الحاجات دي بعد ما خلصت الغدا، وقمت بقى ايه رايحه يعني كنت مقفله طبعا البيت كله، كان درجه الحراره امبارح حوالي 45 درجه او اكتر ما شاء الله يعني، فكان الجو رهيب يعني الله يكون في عون الناس بجد اللي هي بتبقى تخرج بره يعني، والناس اللي بتبقى بقى بتشتغل يعني هي مضطره لا حول ولا قوه الا بالله ان هي يعني بصوا تشتغل في الشمس، زي الناس مثلا زي عمال النظافه والناس بتوع يعني الناس المقاولين والناس اللي بتشتغل في الصبة والحاجات دي، الناس دي بتبقى مضطرة ان هي تقعد طول النهار كده ان هي بتشتغل بره، او الفلاحين في الغيط او كده، فربنا يعني يجيرنا من عذاب النار بصراحة يعني. انتوا شفتوا البوست اللي كان في ناس منزله يعني ان اشارات المرور
طبعا بتبقى من بلاستيك وكده فساحت اصلا. فما بالكم فعلا اذا كان حر الدنيا بيعمل كده، فحر جهنم عامل ازاي؟ يعني ربنا يا رب يحفظنا واياكم كده منها، ويحرم اجسامنا عليها ان شاء الله. يعني احنا عايزين بقى في الوقت ده يعني كل واحد يستغل ان هو يحاول مثلا يصلي بقى، يعني الحاجات دي بتفكرنا مثلا بالجنة والنار وكده. يعني انت ادعي ربنا سبحانه وتعالى على قد ما تقدري ان ربنا يعني ايه يحرم اجسامنا عليها. المهم بقى انا خلصت كده المواعين، ودخلت هنا على الايه على الهدوم. دي اكتر من دورة، كنت مثلا باجي اطلع دورة واحطها في البانيو، وبعد كده اروح اكمل مواعين لحد ما خلصت. وبالتالي بقى جيت هنا شطفت الهدوم كده، واخدهم بقى ايه على البلكونه انشرهم. بصوا كل الشغل ده يعني ما خدش معايا وقت بصراحه، يعني فقال لي وقت مش فاكره حوالي ساعتين او ساعه ونص كنت مخلصه كل الكلام ده. بس بصراحه بقى البيت نظيف، الهدوم ثبت، الهدوم بقى ما فيهوش حاجه. الدنيا بقت رايقه يعني وحلو تمام. هنا بقى بوريكم ان انا خلصت كده، كنت نشرت وكده، ما كانش معايا بس غير دور واحد اللي هو بس مفارش الاكل اللي بناكل عليها دي، ودي بحطها في اخر دور. عايزه اقول لكم بقى ان الغسيل شكله جميل جدا. وكنت امبارح بالليل بقى عملت ايه، كان عندي فول اللي هو احنا بنجيبه. فانا حطيت عليه ميه بس، ونقعته حوالي 5 6 ساعات، وبعد كده حطيته على النار وحطيته بقى ورحت نمت، اللي هو انت عارفين نسيت. الحمد لله ان انا صحيت في الوقت المناسب والله العظيم. دخلت لقيت مثلا ايه يا دوب كان لسه هيبدأ يتحرق، المية خلصت بقى منه، فطفيت عليه وزودته مية بقى، وتاني يوم الصبح كملته. وبعد كده ضربته في الكبة، او لو عايزة تضربيه بهاند بلندر يعني. وخلاص هو كده ايه، عبيته في اكياس، ويبقى عندك بقى فوق احلى فول. ولا تشتريه من بره، واكيد بتاع بره ده ما بيبقاش فول ساده، فهم بيحطوا عليه حاجات تانية طبعا علشان يعني ده اكيد. فانت لو جبت نص كيلو يعني هيعملوا لك يعني كام كيس محترمين يكفوك، يبقى مش كل شويه تطلعي بقى تشتري من بره وكده. تعالى اقول لكم على طريقه الكبده دي بنعملها ازاي. بصوا دي بتبقى اسمها حلويات المذبح، اللي هو بيبقى كده حوالين الكبده بيبقى فيه دهون، بس الدهون دي اصلا بتبقى طعمها حلو لما بتيجي تتاكل ماشي. آه ف واللي معاها دي كلاوي. فعشان هم بقى بياخدوا، انتوا شفتوني ان انا عاملاهم في 3 اطباق، طبق فيه لحمه، وطبق فيه كبده، وطبق كان فيه الدهون دي. فهم بيتحطوا على 3 مراحل. اول حاجه اول مرحله يعني بنحط فيها الدهون دي. تاني مرحله اللحمه، ودي بقى هنسيبها شويه حلوين يعني، انتوا فاهمين؟ يعني تفضل شويه كده عبال ما اللحمه تقرب تستوي. وبنحط بقى عليها في الوقت ده، لو كانت مثلا لحمه يعني هتاخد وقت اطول، بتحط عليها نص كوبايه ميه يعني، وبعدين تشربها، ولما تشربها تحط نص كوبايه ميه تانية، وهكذا لحد بقى ما تستوي. وتحط عليها البهارات برضو في المرحله دي، بس ما تحطش ملح. احنا ولا هنحط بصل ولا نحط فلفل ولا طماطم ولا اي حاجه، هي بس بتبقى لحمه وكبده وبس. ماشي. طبعا الطريقه دي جميله جدا، جربوها. واحلى حاجه ان انت تعمليها في حله، ما تعملهاش في طاسه. ليه بقى؟ الحله بتبقى صغيره عليهم حتى لو كميتها كبيره ماشي، فبيبقى طعمها احلى. وكمان لو سويتها بقى على نار هاديه، دي بتاخدي منها احلى طعم. فانا كده عملتها لما تبدا كده خلاص، كنت اللحمه في الوقت ده يعني خلاص كانت استوت يعني. فنزلت عليها الكبده، وهسيبها بقى عبال ما الكبده برضو تستوي، واحط عليها البهارات عباره عن فلفل اسود وبهارات لحمه وورق لورا او لوري يعني، هم دول بس مش اكتر من كده. وبتسيبها بقى كده تستوي وخلاص، ما عادش بيبقى فيها حاجه. برضو جبت لكم فكرة يوم كان يوم غدا كده، كان جميل بصراحة والله العظيم، كان تحفة. كنت عاملة فيها رز كشري أصفر، وكنت عاملة مسقعة وبطاطس محمرة ومخلل وبيض. هو يعني غدا اقتصادي وشعبي وجميل، هو ما عادش بصراحة اقتصادي قوي يعني، بس لو حد حابب يعمل برضو الفكرة دي. هو كان بس متصور عندي الحاجة الصغيرة دي، فحبيت برضو انزله في الفيديو ده للي حابب يعني ياخد فكرة ويعني ينفذها. مش كل يوم بقى يبقى فراخ ولحمه وكده يعني، ممكن نغير يعني يوم من الايام نعمله كده. تمام. اتمنى تحطوا لي لايك وتشجعوني. سلام عليكم.